ايه الحاجة اللي لو رجع بيكم الزمن مش هتعملوها تاني؟ انا رضوى حسين وده موضوع الفيديو بتاعنا النهارده، فتعالوا نشوف اراء الناس هيقولوا ايه. مساء الخير. مساء النور. قولي لي لو رجع بيكي الزمن ايه الحاجة اللي ما كنتيش هتعمليها تاني؟ الحقيقه كنت هستغل وقتي اكتر يعني من كده شويه في وقت الفراغ اللي ما بعملش فيه اي حاجه. ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ لان وقت بتاع كورونا بتاع 2020 كان في وقت احنا قعدنا فيه في البيت في وقت كبير جدا، ففي الحقيقه انا ما عملتش فيه اي حاجه. كل الناس طورت نفسها وراحت خدت كورسات اونلاين وبتاع، وانا كنت قاعده على الموبايل ما عملتش اي حاجه مفيده حقيقي يعني. شكرا جدا ليك. العفو. ودلوقتي هنستكمل ونشوف ايه الحاجات اللي لو رجع بيكوا الزمن مش هتعملوها تاني. مساء الخير. مساء النور. ايه الحاجة اللي لو رجع بيكي الزمن مش هتعمليها تاني؟ كنت هحب ان انا اطور من نفسي اكتر واشوف ايه الحاجات اللي انا بحب اعملها واتعلمها اكتر يعني. طيب ايه بقى نصيحتك للناس اللي هي بتضيع وقتها وما بتعملش اي حاجة فيه؟ يدوروا على شغفهم ويشوفوا هما بيحبوا ايه ويبداوا ياخدوا فيها كورسات او حتى لو من على النت هيتعلموا يعني، ويبداوا يطوروا من نفسهم ويتعلموا اكتر. طيب يلا بينا بقى نستكمل برضو الجولة بتاعتنا ونشوف ايه الحاجات اللي لو رجع بيكوا الزمن مش هتعملوها تاني. مساء الخير. مساء النور. ايه الحاجة اللي لو رجع بيكي الزمن مش هتعمليها تاني؟ ما كنتش هضغط على نفسي جامد في ثانوية عامة بالذات عشان وقتها تعبت جامد ويعني بوظت لي شوية حاجات في حياتي، بس الحمد لله ان انا ادركت ده بعدين يعني. بس ما كنتش هدخل في المعمعة دي من الاول. طيب الحمد لله.